أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس التسويق من الصفر. النهاردة هنكمل معاكم موضوع الإعلانات اللي بدأناه قبل كده، وهنركز على قرار مهم جدا بيؤثر بشكل كبير على نجاح الحملة الإعلانية، وهو تحديد ميزانية الإعلان. ميزانية الإعلان تعتبر من أهم القرارات اللي بتاخدها الشركات قبل ما تبدأ أي حملة، لأنها بتحدد نطاق الإعلان، الوسائل اللي هتستخدمها، وحتى المدة الزمنية للحملة. النهاردة هنشرح ازاي الشركات بتحدد الميزانية المناسبة بناء على أهداف الحملة والجمهور المستهدف، وازاي تقدر توظف الميزانية بشكل ذكي عشان تحقق أكبر استفادة بأقل تكلفة. تابعوا لآخر الفيديو عشان نفهم مع بعض كل التفاصيل المهمة في تحديد ميزانية الإعلان. بس قبل ما نكمل ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. تحديد ميزانية الإعلان Advertising Budget. من أكبر المشاكل اللي بتقابل الشركات وهي بتنفذ حملاتها الإعلانية هي الميزانية اللي هتخصصها في الإعلان، ودي مشكلة مرتبطة شوية بمشكلة تانية إعلانية برضو وهنتكلم عليها بعد شوية، وهي الصعوبة في تحديد العائد اللي بيجي من الإعلان. عموما الميزانية الإعلانية هتختلف على حسب المنتج أو الخدمة اللي بتتقدم، ففي منتجات بتقوم على تكوين صورة قوية في أذهان الناس زي منتجات العربيات والموبايلات، ومنتجات تانية بتقوم على عناصر دعائية تانية وما بيكونش اعتمادها الأول على الإعلان زي المنتجات الطبية. كمان المرحلة اللي فيها المنتج على منحنى دورة حياة المنتج بتفرق جدا في قرار الميزانية اللي هتقدمها الشركة للإعلان. فالمنتج في المرحلة الأولى بيحتاج ميزانية ضخمة، لأن بيبقى من ضمن أهدافه يعرف الناس ويقنعهم بالمنتج ويحاول ياخدهم من استخدام منتجات منافسة تعودوا عليها، وده ما بيكونش سهل إنك تغير الانطباعات والصور الذهنية اللي اتحفرت في أذهان الناس، وبالتالي بتحتاج لميزانيات كبيرة في الأول، وبتبدأ الشدة الإعلانية دي تخف لما بيبدأ المنتج ينتشر ويتعرف وسط الناس لحد ما يوصل لمرحلة النضج، واللي فيها الشركة بتبقى عارفة إن المبيعات والأرباح استقرت عند حد معين، واللي بيخرج من سوقها تقريبا قد اللي بيدخل، وبالتالي مش بتبقى محتاجة ميزانيات ضخمة للإعلان، وبتحافظ على معدل صرف متوسط يخليها تعمل إعلانات تفكر الناس بيها وبالمنتج. في استراتيجيات شهيرة بتستخدمها الشركات عشان تحط ميزانية الإعلان، من أهمها رقم 1 نسبة من المبيعات percentage of sales، والشركة اللي بتمشي مع الاستراتيجية دي بتحدد نسبة من المبيعات سواء اللي حصلت السنة اللي فاتت أو المتوقعة للسنة الجاية، وبتقول إن النسبة دي هي اللي مطلوب تصرفها على الإعلان عشان تحقق المبيعات اللي عاوزاها الشركة. تفسير الشركات لاستخدام الأسلوب ده لتحديد ميزانية الإعلان إن الإعلان هو سبب مباشر للمبيعات، وبالتالي طبيعي إن يكون نسبته متغيرة مع المبيعات، فكل ما تزيد نسبة المصروف على الإعلان هتزيد المبيعات، وفي المقابل كل ما تزيد المبيعات لازم ناخد منها نسبة أكبر عشان نحطها للإعلان، وبالتالي تزيد أكتر المبيعات والأرباح، وهكذا. تاني استراتيجية معانا اللي تقدر عليه الشركة Affordable Method، وده من ضمن الأساليب اللي كتير من الشركات بتستخدمها، وهو أسلوب ضعيف ما يناسبش الشركات الكبيرة لأنه بيعتمد على السيولة المتوفرة للشركة، وبالتالي الأسلوب ده ما بيبقاش واضح نتائجه ولا أهدافه. كمان الشركة اللي بتتبع الأسلوب ده ما بتقدرش تستغل الفرص التسويقية اللي ممكن تظهر قدامها لأنها بتبقى محكومة بالسيولة النقدية المتاحة عندها. تالت استراتيجية معانا مستوى الإنفاق الإعلاني الشائع والقريب من المنافسين Competitive Parity، وده أسلوب شائع وهو إن الشركة بتصرف بالمعدل اللي بيصرف بيه المنافسين الرئيسيين في السوق، وده أسلوب ممكن يستغربه البعيد عن المجال، لكن لما بتتعمق في التسويق بتلاقي إن أسلوب محاكاة أو تقليد المنافسين هو أسلوب شائع جدا، مش بس في الإعلان لكن كمان في عناصر تسويقية تانية زي التسعير مثلا، فتلاقي الشركات المتنافسة ماشية على نفس الخط في التسعير، ولما شركة من الشركات تزود تلاقي المنافسة ليها زودت. ببساطة الأسلوب ده بيكون معروف أكتر في الأسواق التقليدية اللي بتبقى فيها قائد للسوق ومنافس أو اتنين بينافسوه بشراسة والباقي متابعين من بعيد، وبتلاقي إن القادة في السوق بيصرفوا قريب من بعض جدا على الإعلان. وخد مثلا شركات اتصالات وفودافون وأورنج لما كانوا بيعملوا إعلاناتهم بنفس العروض ما يفرقش حاجة تقريبا غير لون الصفحة الإعلانية، وتلاقي أورنج بتعمل حملة ترد عليها فودافون أو اتصالات بحملة، وفي المجمل هتلاقي إن مصاريف الإعلان عندهم رقم مشابه جدا،
ونفس المثال هتشوفه مع الأسواق التقليدية التانية زي سوق المشروبات الغازية مع كوكاكولا وبيبسي، وسوق الملابس والأحذية الرياضية أديداس ونايكي. رابع استراتيجية معانا النهاردة ربط الأهداف بميزانية الإعلان The Task Approach، وده تقريبا أفضل الأساليب اللي بتستخدمها الشركات عشان تحدد الميزانية المناسبة اللي هتستخدمها في الإعلان. وفيه الشركة بتحدد أهدافها التسويقية وأهدافها الترويجية، وكل عنصر من الترويج له هدف معين، ومن ضمن عناصر الترويج طبعا هو الإعلان، وهو ليه وظيفة محددة محتاج يحققها في الخطة التسويقية والترويجية المتكاملة. وبالتالي هتتحط الميزانية المناسبة للإعلان على حسب الهدف المطلوب تحقيقه. فمثلا لو كان هدف الإعلان إنه يعرف المنتج لمليون واحد، فهتبدأ الشركة تشوف إزاي توصل لمليون واحد، فاكتشفت إنها محتاجة تعمل إعلان في قناة كذا، وإعلان مطبوع في جريدة كذا، وإعلان في الراديو على محطة كذا، وحسبت تكلفة كل الإعلانات دي لقيتهم 100,000 مثلا. يبقى هم دول اللي هتحطهم كميزانية للإعلان في الحملة التسويقية اللي هتعملها. وكده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة، وسيب كومنت وقول لنا رأيك، ولو في أي استفسار واحنا نجاوبك. ما تنسوش تتابعوا الفيديو اللي جاي من كورس التسويق من الصفر، واللي هنكمل فيه كلامنا عن القرارات المهمة اللي بتفكر فيها الشركات وهي بتعمل الإعلان.